بينتي راسك وعريتي جسمك وبقى الكل شايفه وعلى عينك يا تاجر. ما بفيش حاجة اسمها خشة، مفيش حاجة اسمها دين، مفيش اي تقدير للمتابعين اللي كانوا بيحبوكي وبيعزوكي. يعني حاجة لا ينفع تطلع كده. حتى اللي ما بيشوفهاش كده بقى بيشوفها في الانتساب، ادفع تلاقي. ما الفيديوهات بقت خاص، واللي عايز يشوف يدفع ويتفرج. ما كل حاجة بقت بفلوس، مفيش حاجة ببلاش. وهنتكلم كمان عن اللي جايين جعانين جايين يفضحوا الدنيا، ومفيش حاجة اسمها خصوصية، ومفيش حاجة اسمها قص ولزق عشان نبين الحلو بتاعنا. لا، وهتكلم كمان عن الكلام اللي ما كانش ينفع يتعاد ويتقال يا حاجة فاطمة انتي وهدى. لا، حكاياتنا كتير النهاردة. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اشتركي في القناة وفعلي الجرس وتضغطي لايك عشان يوصلك كل جديد أول بأول. ولو عجبك الفيديو حطي لايك، ما عجبكيش حطي ديسلايك. ويلا بينا نبدأ بأول حاجة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله. طلعت علينا بالفيديو الحلو بتاعك اللي فيه فلوج الولادة، او مش مسمينه فلوج ولادة، ده انت عاملاها ما قبل الولادة. بس في الاول وفي الاخر بقولك الف مبروك يا ياسمين، وربنا يكمل نفسك على خير. ما سبتيش حاجة من المضاني الا وعملتيها الا وجبتيها. ده من عندكم مش من عندي، ده على حسب اللي اتقال. بصوا بقى يا جماعة، هتكلم دلوقتي عن موضوع حاحة وتفاحة. واللي مش فاهم حاحة وتفاحة يقدر يروح لحوارات ويفهم كل شيء. اظن كده بقت واضحة، عشان مش عايزين انذارات ولا عايزين اي حاجة. آه الشعر بان، اعلانات مقززة، الجسم ولبس ضيق، كل ما تدفع يعني يظهر اكتر. انا مش قادرة ان انا اوصفها، بس هي ملهاش وصف الا كده. ما عادش فيه ايمان، ما عادش فيه دين، ما عادش فيه احترام، ولا لربنا ولا للمتابعين اللي كانوا بيحبوكوا. لا بالعكس، انتوا بقيتوا حاجة مقززة بالنسبة لبعض الناس. حتى ده يدل على بعض مشاهداتكم اللي كانت بتبقى بالملايين دلوقتي بقت عاملة ازاي. ما تفكروش ان انتوا لما تروحوا على سناب ويبقى ليكم متابعين هناك وفلوس بتجيلكوا ان هي دي اللي هتعدي معاكوا، وان انتوا تكتفوا كده بالفلوس اللي جايلكوا. لا، لما نروح لربنا مش هنلاقي حاجة نقولها له، ولا هنقول له احنا قلعنا حجابنا ليه، ولا هنقول له احنا لبسنا ضيق وجسمنا باين وايدينا بقت بتبان والجسم ضيق يعني بصوا، حاجة فاخر من الاخر. ماشي. مش معنى كده ان بقى ليكي معجبين اكتر، لا، ده الناس بقت بتنتقد في اسلوبك وفي جسمك، وبقت كل حاجة باينة بينتقدوها وبيقولك لا. طب ولا مؤاخذة يعني، لا يا تعليقات على اللهم الاعتراض يعني على البق، لا يا تعليقات على الجسم، لا يا تعليقات سلبية على الاسلوب وعلى الرجولة اللي ما عادتش موجودة للأسف. ودي حاجة تزعل، لان انت قبل ما تكونوا حاحة وتفاحة انتوا مسلمين، انتوا من مصر مسلمين، ومفروض انكم متدينين. بس للأسف مش عارفة ايه اللي حصل وايه الاجندات اللي خليكم تغيروا بالمنظر ده. هتكلم كمان النهاردة عن ولادة ياسمين، واللي اقدر اقول لها الف مبروك وربنا يكمل نفسك على خير. والحمد لله اطمنا عليكي، كانوا كل متابعينك قلقانين عليكي و يعني عايزين يطمنوا قبل ما انتي تطمني. بس الفيديو كان ناقص شوية ان انتي تدعي. كان المفروض مثلا الفيديو اللي انتي عملتيه بتاع اكلتي العيلة قبل الولادة بيوم كان يبقى فيه اطعام، عشان نقدر نقرب بيه من ربنا، عشان ربنا يكرمنا ويكمل لنا على خير. الحمد لله كملت على خير، وكله بكتابة ربنا. بس اعتراضي على أستاذة صدفة ومحمد أفندي، راحوا المستشفى عشان يزوروا ياسمين ويباركوا لها. أولا منظر وحش قوي ان انتي تقلعي الشوز بتاعك وتمشي بيه وماشية في المستشفى وماسكة الفردة وعادي خالص، ومفيش اي تقدير ومفيش اي ان انتي حتى بتطلعي على السوشيال ميديا والناس عارفاكي. فالمفروض يبقى في رقي اكتر من كده في الطريقة بتاعة التعامل والمشي والكلام ده كله. ما بعترضش ان هي مثلا لو كنتش مضايقك او كده كان ممكن نجيب واحد اوسع عشان ما نتحطش في الموقف زي ده، لان انت اكيد ده مش اول لابسه ليكي او كده، فعارفه ان انت
ان كان ده كويس ليكي ان انت تنزلي بيه او نغيره او الكلام ده. لا والانقح والانقح مش الشوز بس، لا انتوا طالعين لنا على الفيديو انتوا جايين جعانين، العيال جعانه، محمد جعان، انتي جعانه، ما كلتوش ليه قبل ما تنزلوا؟ انتوا رايحين لواحده والده، مش رايحين لها بيتها، انتوا رايحين مستشفى. حتى في ولادة هدى وفي اي حاجة كانت ياسمين بتقوم وتعمل اكل وبتحضر الكلام ده لما بيبقوا رايحين حاجة زي كده. انما للاسف ياسمين دلوقتي داخله على حاجه وهي قلقانه وخايفه ومتوتره، فمش حمل ان هي تقف تحضر اكل للناس اللي هتيجي لحد هيجي، لان هي رايحه تولد يا جماعه، هي مش في البيت بتاعها. تمام. فكان المفروض على الاقل انتي تعملي اكل وتاخديه مثلا، ساعات تعمل اكل وتاخده، سندوتشات مثلا مامتها تعملها، الكلام ده تبقوا عاملين حسابكم. انما تبقوا جايين اكنكم ما شفتوش اكل قبل كده ومفيش اكل، وساعات تقول له ده فيه لسان عصفور، يقول لها لسان عصفور ومش عاجبه. هو حد قالك ان انت رايح حضرموت؟ حد قالك ان انت رايح مطعم؟ انت رايح مستشفى الواحده بتولد ومش بتقدم حاجة، وانتوا كلتوا اكلها، يعني كلتوا الجبنة الرومي اللي جاية لها بتاعة العشاء، كلتوا الزبادي، كلتوا العيش، كلتوا كل حاجة. واللي جاية هاتلي ينسون، واللي هاتلي اطلب منه مش عارفة اكل ايه ولا سندوتش ايه، واطلب. هو في ايه؟ ده مش منظر خالص خالص يطلع كده. حتى لو بيحصل يبقى بينكم وبين بعض، الحاجات دي تتقص وناخد بالنا، عشان في قنوات نقد، في متابعين بيتفرجوا عليكم، في ناس هتنتقد. فقبل ما يكون ننزل الفيديو المفروض ناخد بالنا ايه اللي نازل وايه اللي طالع على العام وايه اللي الناس بتشوفه. طلعت سعاد كمان وقالت في اللايف بتاعها بعد ما روحت بعد ولادة ياسمين، وقالت انتوا عارفين فهدة شبه مين؟ قالوا لها شبه مين؟ ضني؟ قالت لهم لا. شبه ياسمين؟ قالت لا. قالوا لها امال شبه مين؟ قالت له شبه ام ضني. يعني سبحان الله، تروحوا وتيجوا والاصل مليكوا، يعني سبحان الله الولد طالع لشبه ما ايه مامته. طب ده ما كانش يفكركوا ان انتوا بدل ما تعملوا رز بلبن، ان انت ياسمين حتى لو في حاجة مزعلاكي او مضايقاكي تيجي على نفسك شوية وتهدي الدنيا بين ضني ومامته عشان يرجعوا يتصالحوا؟ ان هي كانت تحضر ولادة ابنها. يعني تخيلي لو كنت خليتيه راح بس يسلم عليها وبس على راسها وقال لها انا جايلك عشان اخدك تحضري ولادة ابني، هل ده ومن غير ما تفتح ولا تعمل ولا تتكلموا في اي حاجة قديمة، هل ده ما كانش هيتنسي؟ كان هيتنسي وكان كل حاجة هتتعدل والدنيا تهدي ما بينكم. على الاقل نراضي ربنا قبل ما نروح نقابله. ما حدش عارف الولادة دي كنا هنخرج منها ازاي ولا هنعمل فيها ايه. الواحدة بتبقى داخلة تولد ولا داخلة تعمل عملية ولا تعمل اي حاجة، مش عارفة هي داخلة وطالعة ولا لا، مش عارفة هتقابل ربنا هتقوله ايه، مش عارفة. يعني بعمل لآخرتي مش لدنيتي، عشان كل اللي عليها هو فاني. فالمهم اتمنى ان انت تحاولي تصلحي وربنا يكرمكم كده. وممكن ربنا بيقول لكم يلا انا جايب لكم ايه صورة منها عشان تفكروا وترجعوا ونبعد عننا الشيطان ويصلح بينكم الحال. نسيت اتكلم على حاجة في الاخر كده. على الحاجة فاطمة طلعت واتكلمت على موضوع احمد، انا مرضتش اعلق عليه لاني ان الواحدة بتبقى قاعدة عند مامتها ما ينفعش ان انا اقول لجوزي هات فلوس عشان تصرف عليا ببيتي، ده بيت امي، فما ينفعش ان هو يدفع حاجة ايا كان بقى. فما كانش ينفع نتكلم عليه عشان ما شافش التعليقات، هيشوف الفيديو بتاعه بمراته وهيشوف كل الكلام ده. اتمنى ان ما كنتش طولت عليكم. ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وفعلي الجرس واكتبي كومنت تشجعيني بيه ودعوة حلوة كده. وربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويبعد عننا كل شر، ويبعد عندنا الاجندات والناس اللي بتحاول توقع الدنيا ويبعد عننا الناس اللي عايزة ديننا وإيماننا بربنا ينتهي ويقل ونبقى أكننا لا يعني أسوأ ما يكن في البشر. احنا مسلمين نروح ونيجي، احنا مسلمين ومؤمنين وموحدين بالله ولا إله إلا الله. أتمنى محدش يتريق عليا في الكومنتات
بس بجد اللي احنا بقينا بنشوفه ده حاجة يعني فظيعة. مع السلامة.